وأستاذ بالكلية يتسبب في وفاة طالب. 3 أسابيع متتالية اشتعلت الأمور داخل كلية الطب البيطري بجامعة المنصورة بعد أن دخل الطلاب في اعتصام مفتوح اعتراضا على سلسلة الإجراءات التعسفية التي قام بها الدكتور سعيد الشربيني عميد الكلية. الطلبة تقدموا بعدد من المطالب للعميد إلا أنه قابلها بالرفض وبالاستهزاء، حتى قال لهم بالنص، مش عارف ناقل أنا يعني واللي تعرفوا تعملوه تعملوه. مش شتيمة بس يعني حاجة صعبة جدا الجملة. عارف محمد سمير بيقول لي الشتيمة حاطين مغطينها، وهو ما أشعل الأمور، خاصة بعد أن أصدر قرارا عنتريا بإغلاق الكلية دون العرض على مجلس الكلية أو وزير التعليم، وهو ما تسبب في وفاة معظم حيوانات التجارب في المعمل. ده الطالب اللي مات قدام حضراتكم، هقول لكم اسمه ايه حالا. تسبب في وفاة معظم حيوانات التجارب في المعمل، كما أضر بمشروع ستيم كيلز الذي تكلف 4 مليون جنيه. لذلك أصر الطلبة المعتصمون على مطالبهم، حتى عندما استدعى عميد الكلية الحاكم العسكري وطلب منه اعتقال 9 من الطلبة ممن يتزعمون الاعتصام على حد قوله. الطلبة بيتأكدوا أنهم تعرضوا لإهانات كثيرة على يد عميد الكلية ومن أساتذة القسم، لدرجة أن أحد الطلبة ويدعى محمد عبد الغني اللي كان صورته على الشاشة قد توفي بعد أن تسبب الدكتور عادل التبعي في إصابته بأزمة نفسية حادة نتيجة تهديده بالرسوب على مدى 5 سنوات وتنفيذ ذلك التهديد، إضافة إلى قيام الدكتور عبد الهادي عرمة رئيس قسم التغذية بضرب الطالب أحمد فوزي بالبوكس في صدره، فحرر له المحضر رقم 3284 قسم أول المنصورة. الغريب بقى أن عميد الكلية أنكر طلبه للجيش باعتقال الطلبة له. قال أنا ما طلبتش الجيش عشان يعتقلكم، بل أنه قام بسب الجيش بكلمات قذرة لن نستطيع أن نذكرها، موجودة معانا وبشهادة الطلبة. كما اضطر عميد الكلية للاجتماع على الطلبة بعد الوصول إلى طريق مسدود. وحياة ابني يا جماعة اكبر غلط عملتوه. انا يا دكتور لا اللي عملتوه الوقت هتحاسبوا عليه. انا غلطان. لا يا انا غلطان لان احترمتكم مرة واثنين وثلاثة واربعة وبتخسروا، لكن انتوا حضرتك ما قصيتش عمليات تعليميه فهنفهم من اي حاجه معاكم. يا سعاده الباشا المدير دلوقتي الجيش يتحرك بناء على ايه؟ عن جواب مننا. انا بعت لي اجابه الجيش. لا ده الجيش جاي ان انا حضرتك بعت له قلت له تاخد 9 من الطلاب. كذاب. لا كذاب يا ابني والله ما حاولت التحقيق تقول لك كذاب. انا اهو ايوه حضرتك موجود في التحقيق. شو حضرتك عندك في التحقيق؟ والله ما حاولت التحقيق ولا عمليه حول التحقيق ولا عادل التحقيق. دكتور في تحقيق في الاحداث. كلها بتحولني يا دكتور حضرتك في تحقيق في الاحداث فعلا. تحقيق يا ابني ايه؟ تحقيق في الاحداث في الحاجات اللي حصلت. يا ابني انا موجود قدامك. يا ابني انا موجود قدامك. ايوه حضرتك موجود، المفروض تبقى موجود فعلا قدامي. موجود قدامك لان التحقيق مش هيسجل، ده تحقيق في اللي حصل. تحقيق حصل النهارده حد؟ لا حضرتك هتروح هناك في التحقيق وكله يقول اقواله بس. يا والله الاقوال هناك في مجلس الجامعه. يا ابني مجلس الجامعه يتحارى بس والله يتحارى بس شوف معلومات الناس. بلاش حرام عليك. بتسوش انا بقول اللي حصل. والله يا ابني لا في تحقيق ولا اتحولت التحقيق ولا اتكلمت في كلام يا اسف. كل كلام هبط. كله كلام اشاعات. والله يا ابني ما ايه اللي يجيب واحد امبارح الدكتور بتاع المسامره بتاع علوم الطب ايه الدكتور احنا طلبة كلية الطب بيطري جامعة المنصورة وعددنا 1100 طالب معتصمين من يوم 11 ابريل لحين تحقيق مطالبنا، وهي رقم 1 إقالة عميد الكلية، رقم 2 إقالة رؤساء الأقسام. إنما إقالة العميد اتهددنا كلنا بالتحويل لمجالس تأديبية والتحويل للتحقيق، وبعدها العميد طلب من الجيش إن هو يعتقل 9 من أفراد الاتحاد، أنا واحد منهم.
اعتقال 9 من افراد الاتحاد، وطبعا دي حاجه مش الجيش رفض. احنا اسلوب العميد كان وحش معانا من زمان، من اول ما دخلت الكليه كان بيعمل المنقبات باسلوب مهين جدا في الامتحانات. حاجه كمان احنا لما واجهناه بالواقعه بتاعه طلبوا من الجيش اعتقال بعض من الافراد المعتصمين معانا، انكر ده وسب الجيش بالفاظ خارجه. احمد اسماعيل باعت وبيقول انه شايف ان تكريم الشاذلي يكون بنشر كتابه عن حرب اكتوبر، وانه يكون